قفلت بقى امي وخدت كيس اللحمه من التلاجة من غير ما هي تعرف عشان اروح اسويها عند عم صابر. يلا بقى اوريكم التجربه دي مع بعضينا. عايز اسوي الكيس ده يا عم صابر. حبيبي حاضر يا معلم. نقول للناس حبايبنا اللي يحب يسوي حته لحمه على الصاج هنا عندي او في البيت عنده يسويها يا لحمه ريشه، دماغ ريشه، لحمه بيت كلاوي، حيه ناعمه كده، حيه ملبسه وناعمه. ما بيعرفوش بيجيبوا لحمه فخده لو تبرم وتسود على اللي هي لحمه الفرم اصلا. لحمه الفار او لحمه سليك في البيت. لحمه ملبسه زي كده حته وحته، يعني زي كده. اتعلموا مني حته زي كده اهو ملبسه ماشي. دي بتبقى لحمه ريشه. الحاجات الملبسه دي يقول للجزار انا عاوز، الجزار اللي هو ذابح له عاوز اسوي لحمه على الصاج، طلع لي النواعم بتاع اللحمه بتاعتي. اي حاجه يا عم صابر. كده مفيش حد هيقفل الصاج، مفيش حد يعني مش زي الايام العاديه. النهارده يا جماعه عم صابر شغال تسويه فقط. جايب له حته اللحمايه. استنى كده. الف انا شفت. الله. الف انا شفت. تقعد بقى ماشي تاكل. اسعس. منها فسحه ومنها افطاره بره. والله تغيير جو. تغيير جو. هنا في كرداسه الكلام مختلف. عازمني بقى على كوبايه خضراء من ايد الست الوالده، ربنا يخليها لك.